بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثالث من دروس التعليمية لنظام الأماديوس. الآن سوف نستخدم في هذا الدرس لحجز 3 تذاكر باستخدام الكود AN اللي يوفر لنا جميع الدرجات المحايدة. DL تكون الذهاب يوم 29 جولاي من القاهرة إلى جدة عبر الخطوط المصرية، والعودة يوم 24 أغسطس. انتر. راح نلاحظ وجود 5 فئات أو 5 حجوزات على الطيران المصري، وهذه الدرجات، وهذه الذهاب والعودة، وهذه بالنسبة إلى العودة. هذه تقريبا الانطلاق والوصول، وهذه العودة. الخطوة الثانية نستخدم ال SS. عندنا 3 أشخاص SS 3. راح ناخذ الواي 1 وستار واي 11. الواي 1 راح ناخذ الايكونومي مع التسلسل رقم 1، والعودة ايضا ايكونومي مع 11. انتر. الان الخطوة بعد ما حجزنا المقاعد على الرحلات الجوية للدرجة والتاريخ المعين باستخدام السيل سيت أو ريزيرف سيت SS. الآن نقوم بالتسعير باستخدام ال AXX. نشوف السعر لتقريبا 41,580 جنيه مصري. الآن الخطوة اللي بعدها نحاول أن نجد كم حقيبة مسموح لكل شخص عبر هذه الرحلة. لاحظنا 2 للذهاب و2 للعودة، وهذا هو السعر للتذكرة. الآن راح ندخل الأسماء. الاسم الأول مخزون عندنا، هذا الاسم الأول كوبي بيست. دخل عندي الاسم الأول. الاسم الثاني عندي طفل مواليده 29 أكتوبر 19. والثالث اللي هي الأم مع طفلها الرضيع. سد القوس. انتر. اذا دخل عندي 3: الاسم، الاب والطفل، والام او الزوجة مع طفلها الرضيع اللي اسمها هيا. الان بعد ما انجزنا ادخال الاسماء، نقوم بادخال عناصر الاتصال. AB الاتصال بالوكالة اللي تقوم بالحجز، هذه الاي بي نزل لي. ثم الاي بي شرطة ايميل @gmail.com. اي ايميل انا اختاريت لانه فقط للتجربة. ثم الاي بي للموبايل، ايضا اي موبايل اختاريت. الان نزلت لي عناصر الاتصال 3. الآن الخطوة اللي بعدها نقوم بإصدار التذكرة تي كوك. الآن لازم نشوف التذكرة is okay or not. تي كوك R8 اوكي. بس ابدا اشوف التي كوك نزلت ولا ما نزلت. already exist. اوكي. ER اوكي. الآن
بعد ما أنجزنا هذه المعلومات نقوم بإدخال المعلومات الخاصة بجوازات السفر. رقم 1 بيست. فقط بشكل سريع راح ألخص لكم ماذا يعني ال SR، يعني رمز الإدخال. الدوكيومنت معناته وثيقة السفر. الYY معناها فئة الطيران الناقلة. HK1 هو نوع الخدمة. B هو وثيقة السفر. EGY هي رمز الدولة ورقم الجواز ورمز الجنسية وتاريخ الميلاد والجنس وتاريخ انتهاء صلاحية الجواز وهذا الاسم. والإيس والB1 هو المسافر رقم 1. والإيس 4 والإيس 5 تمثل الرحلة، هذه الذهاب وهذه العودة. نضغط انتر، نزل عندنا المسافر رقم 1. نختار المسافر رقم 2 وهو الطفل كوبي بيست. ونفس الشيء 4 و5 لأن الرحلة الذهاب والعودة. ثم راح ناخذ إلى الزوجة كوبي، معلومات تخص الزوجة بيست. نزل. وبعدين راح ناخذ الطفل الرضيع B3. ما أعتقد B3 بس نشيك بس هذه ما نعتبر B3 B لأنه راح يكون مع الوالدة. أعتقد ما قبل راح يكون B3. أوكي، لأن B3 راح يكون مع الأم. الآن تمينا إدخال الوثائق الخاصة بالسفر. RS9 ER RS9. وبذلك هذا هو الكود الخاص، هذا الكود الخاص بالسفر. بس أسوي له كوبي احتفظ به. كوبي. الآن وصلنا إلى المرحلة قبل الأخيرة وهو الدفع. بس قبل الدفع راح نجي نستخدم FXB اللي قلناها بالدرس الأول والدرس الثاني. هذا الكود مهم، يقوم بتسعير التذكرة من الدرجة اللي حجزناها مسبقا وهو ينشئ لنا TST. انتر. اوكي. نو تلاحظ نزلت لنا الأسماء 1 2 3 4. احنا عندنا 4 أشخاص لأنه معهم الطفل الرضيع. RS9 ER. اوكي. الآن وصلنا إلى الخطوة دفع الرسوم أو دفع مبالغ التذاكر. نخزن مرة أخرى ER. أوكي. الآن FB كاش FM 0 الكوميشن 0 حسب نوع الطيران. ونخزن ER entry to end transaction يعني انهاء العملية. ER مرة ثانية. اوكي. RS9. الآن الخطوة الأخيرة وهي إصدار البطاقة الإلكترونية وهي TTB over RT. التيكت تم. الآن لو استخدمنا أيضا نخزن حتى نضمن عملنا ER. أوكي ماشي. الآن المرحلة قبل الأخيرة قبل لا نرسل إيميل
خلينا نشوف التذكرة الإلكترونية وهي بالكود ITRD انتر، طلع لنا الكود. الآن لو نريد نرسل على الإيميل IEBEML معا دوت ماي honesty@gmail.com. الرسل إلى الإيميل، ونحتاج أقل من دقيقة حتى نفتحه. راح نسوي خزن آخر، خزننا الآن هسه نروح نفتح الإيميل. المفروض نشوف البطاقة الإلكترونية وصلت إلى، مازال تحتاج لها وقت شوية، ننتظر. هذه بطاقة قديمة. نعود مرة أخرى. RS9 أوكي. ER أوكي. نفتح الإيميل. إذا وصلت رسالة، الآن وصلت الرسالة. نلاحظ هذه الرسالة نفتحها، نشوف الشخص هي فاطمة حسن علي مع الإليفنت بيوم 29 جولاي من القاهرة إلى جدة، والعودة راح تكون يوم 24. احنا هسه وصلت لنا بطاقة إلكترونية واحدة. أيضا ننتظر ثواني حتى توصل لنا البطاقة الأخرى الخاصة بالأب والأم. نفتح الإيميل، طبعا راح توصل لنا أيضا بطاقة أخرى بالأب والأم. بس نتشيك هاي البطاقة، توقع كل المعلومات صحيحة اللي دخلناها. 2 pieces 1 pieces for هيا معا. 2 pieces for فاطمة and 1 pieces to هيا. ندخل أو نشيك المعلومات. المفروض يجي لنا إيميل. مهم يعني ننتظر دقائق أو ثواني، دقيقة أقل من الدقيقة حتى إجت لنا الآن. شوف إجت لنا بطاقتين. البطاقة الأولى هاي الثانية باسمنا، هذه البطاقة الثانية باسم مستر معن مجيد العبد الله، أيضا من القاهرة إلى جدة. والعودة نفتح البطاقة الثالثة باسم آدم معن العبد الله، والبوكينج كونفيرم 2 بيسز عند. وبذلك انتهينا من الدرس الثالث من دروس الأماديوس. تحياتي إليكم، وأي استفسار أرجو المواصلة معي عبر الإيميل أو الكتابة عبر اليوتيوب. حياكم الله.